اخويا قعد معاه قال له دلوقتي عندنا محمود لعيب هنعمل معاه ايه؟ انت زملكاوي وكده وانا عايز اودي الاهلي. قالوا لا ودي الاهلي. الاهلي ودي الاهلي. وانا كنت صغير ونايم لقيت اخويا بيصحيني. انت ما بتعرفش حاجه؟ مش عارف حاجه ومش عايز يقول لي، مش عايز يخضني. انت لحد نايم حد ما بتعرفش حاجه، ده بتلعب عادي بتروح بلعب في الشارع مع الناس عادي في الشارع مش على بالك خالص. لقيت اخويا بيقول لي محمود قوم. قلت له لقيت الدنيا لسه مظلمه. قلت له في؟ قال لي قوم والجو تلج، الجو كان ساقع قوي. قال لي قوم هنروح القاهره. قلت له القاهره؟ انا بضحك. قلت له القاهره ايه؟ انا اصلا اخري اطلع بره الشارع بس. قال لي هوديك النادي الاهلي. قلت له النادي الاهلي؟ انت بتتكلم بجد؟ قال له اروح اختبارات وانا شايفك ان انت هتبقى قد ده. بس مستجيب لرغبه بابا واخويا؟ اخويا مأمن بيا. مفيش مناقشه يعني؟ لا اخويا مأمن بيا، قال لي احنا هنروح مش راجعين بيك. انا مش هرجع بيك. انا عارف انا بقول لك ايه. رحت على حظي لقيت فريقي مفيش اختبارات في النادي. خلصوا مفيش اختبارات خلاص. فاخويا راح لكابتن بدر رجب طبعا الله يمسيه بالخير، ليه فضل كبير عليا. قال له احنا جايين من كفر الشيخ مسافه طويله واخويا صغير زي ما انت شايف عايزك تشوفه. قال له يا حبيبي هظلمه، لو نزلته مع اللقبه ونشوف اجسامه عامله ازاي هظلمه. قال له شوفه حتى عشان ايه السفر، خليه يجي بعد. لا اجسامهم اكبر من هم ايه بقى 11 سنه مثلا؟ اكبر مني بسنه، بس اكبر منك بسنه في الوقت ده كان اكبر منك في جسم. نزلت الاختبارات معه. اول شوط نلعب شوطين. اول شوط واقف فاتح بقي كده واقف. اخويا اما ناديلي قال لي خد. قال لي انا مصحيك الصبح وسايب تمريني وسايب حاجتي عشان تيجي تقف الوقفه ديت. قال لي يلا نروح، انا غلطان ان انا عايز امشي معاك، يلا نروح. قام مخوفني. قال لي عايزك تنزل تاكلهم، اللي بتعمله مع زمايلك في الشارع وبتعمله معايا في التمرين تعمله هنا. والله ما كملت 5 دقايق وقام هوب واخدني. لا 5 دقايق بالظبط خدت الكوره من الجول للجول مرتين. لا والله الله قاموا واخديني من اللعب يعني. التمرين شغال. يعني انت في حياتك بتحتاج دايما دافع، حد يقول لك بالظبط كده بالظبط. خدوني مضوني على ورقه قالوا لي خد ديت هتيجي كمان اختبار، لو نجحت فيه هتبقى في الفرقه. طبعا ما صدقتش. اخويا قال لي انا قلت لك انا مش مصدق، هو مصدق، انا واخواتي في البيت مش مصدقين. قال لهم ايه انا عارف انا بعمل ايه، ده هيعدينا كلنا. طبعا ليه فضل كبير عليا جدا، كان يسيب تمرينه. والله يا اخويا ده عمري ما انساه، عمري ما انسى اللي عمله معايا. اخويا ده كان بيستلم الكوتشيات والستارز بتاع الماتشات اللي هو الفوتبول على مقاسي. يا حبيبي يجيبوا على مقاسي عشان العب انا بيه. يا حبيبي هو ما يجيبوش لنفسه، هو يتصرف في اي حاجه يقول لهم هو اخويا اللي هو زي ابنه. ايوه يعني ده تربيه الاب والام بالظبط. بس رحت الاختبار التاني. رحت الاختبار التاني بس قبل الاختبار التاني بيوم عيل صغير هبل انا بلعب في الشارع اتعورت. والله عيل صغير ملوش هدف، عيل صغير بلعب في الشارع اتعورت. قعدت لي شهر مصاب. يا نهار في ركبتك ولا فين؟ في اماميه، عضله اماميه. رجعت النادي قالوا لي انت مين، احنا ما نعرفكش. يا نهار اسود. ودي اختبارات تاني بقى. قعدت سنه رايح جاي. وهو طب هم يعني رد فعلهم ايه بابا واخوك في طبعا لهم بايظ؟ كارثه. انت خلاص انت بتوصل النادي الاهلي فجاه اتصبت. السنه دي اختبارات تاني والله العظيم سنه 3 ايام في الاسبوع رايح جاي. يا عيني 3 ايام في الاسبوع رايح جاي. يا جماعه خدوه. لا لسه لحد ما مضيت في النادي وقعدت بقى من 9 سنين لحد 20 سنه في النادي الاهلي. يعني اللي بيوديك اخوك 3 مرات في الاسبوع من كفر الشيخ لمصر وترجع بسنه بيسلموني لبعض بقى. اخويا الكبير واخواتي البنات كانوا يسيبوا جامعتهم ويجوا يوصلوني ياخدونا على رجلهم. كنت سبحان الله. ايه الايمان الفظيع ده بانه سايبين شغلهم وحياتهم وكل حاجه وفاضيين مش هيسيبوني. وده طبعا لهم فضل كبير عليا، كبير عمري ما هنساه.